الوصفه اللي درتو عليها حاله في لي ستوري لو كان ما نلقاهمش منفخين ومفخفخين كي القطر ما نقدرش نقول عليهم سينامون رولز بجميع الاسرار تاعهم. السلام عليكم. وما بقاش للخريف قعد له غير 7 ايام ولازم نستقبلوه بالسينامون رولز بواحد الطريقه سهله مهله بنان وبنتهم كالعاده الهبال تاع الدنيا. الحاجه الاولى رايحين نديروها نخدموا لاباط. انا خدمت هنا بكيلو تاع الفارينه، المقادير اللي مكتوبين تحت الفيديو عطيتهم لكم برطل باش تسيو كميه صغيره. الحاجه الاولى غربلت الفارينه كما قلت لكم، درت كيلو تاع الفارينه غربلتها على دفعات بهذه الطريقه، ونجي نضيف عليها كاس ناقص 7 تاع السكر واللي هي 200 غرام. درت هنايا مغرف كبيره معمره مليح تاع خميره الخبز اللي جاتني 14 غرام، وزدت معاهم 2 مغارف كبار تاع حليب بودره. خلطت النواشف ودرت عليهم 4 حبات تاع البيض و450 مليلتر تاع حليب يكون دافي، قرصه تاع الملح، ملعقه صغيره تاع لافاني، ونحطهم يتعجنوا. وهذه الوصفه كنت شاركتها معكم من قبل، برك بدلت الطريقه، بديت هذه الخطره بالنواشف ودرت عليهم السوائل. وماشي شرط البيتران، تقدروا ديروها بيديكم. هنا نروح نجيب 180 غرام تاع الزبده، من الافضل تكون بدرجه حراره الغرفه، ومن الافضل تستخدموا زبده ماشي مارغرين، واذا كانت عندكم مارغرين تقدروا ديروا بها. خليتها تتعجن مليح، بعدها نحيتها بهذه الطريقه. اذا شفتوها متلوقه شويه تقدروا تضيفوا لها شويه تاع الفارينه عادي. درتها في غيسيبيون، غطيتها وخليتها تخمر مليح. هنا في غيسيبيون درت مغرف كبيره تاع الزبده و2 مغارف كبار تاع السكر البني، خلطتهم مليح ودهنت بهم البلاطو اللي حندير فيه السينامون رولز. وهذه الطبقه تاع الزبده بالسكر حتعطينا طبقه مكرمله للسينامون رولز تاعنا. بعد ما خمرت العجينه بعقلها خليتها 1 ساعه وربع هكذا، قسمتها على 2 ونبدا نخدم بالمرصوات هكذا باش ما تجينيش الخدمه واعره. نفتح الجزء الاول ونعاون روحي بشويه تاع الفارينه، ما ديروها مرقيقه ما خشينه لاباط. ندهنها مليح بالزبده بهذه الطريقه، دهنوها مليح. نرشها بالقرفه، اللي ما يحبش القرفه هو اساسي سينامون رولز بالقرفه، مي ما يحبهاش يقدر ما يديرها. ورشيت عليهم شويه تاع السكر البني، كيما تقدروا ما ديروا لا زبده لا سكر البني لا والو، تدهنوها ديريكتومون بالشوكولاته. واذا ماشي متوفر السكر البني عادي تقدروا تستخدموا السكر هذاك الابيض كريستاليزي. روليتها مليح بهذه الطريقه. انا راح نقطع في هذا الرولي 6 حبات على بها كيما شفتوا كنت طراصيتها، والتقطع من الافضل يكون بخيط عادي، خيط عادي هذاك الرقيق، تقطعوا به بهذيك الطريقه باش تجيكم الخدمه سهله. بعدها نحطهم كامل في سنيمه ونخليهم يزيدوا يخمروا واحد نص ساعه حتى 45 دقيقه. كل حبه ندير عليها مغرف كبيره تاع الحليب وندخلهم يطيبوا على 180 درجه حتى وين يطيبوا مليح، وتشعلوا عليهم الفوق باش يتحمروا مليح. بالنسبه للكريمه اللي تحوسوا كامل تفهموا عليها، هذيك اللي تجي من الفوق هي ما فيها والو، تخلطوا كامل المكونات وترحوهم. راح نخلي لكم المقادير والطريقه مكتوبه بالتفصيل تحت الفيديو. والسينامون رولز تاعي اللي حنديرهم اليوم حنفقسيهم ثاني لداخل بالكراميل. وكي نقول الكراميل نقولوا ديريكتومون طوبي للون تاعها والقوام تاعها والبنه، يخلوكم ما تبدلوهاش كامل. كنت فقسيت هذاك الكراميل تاع الطوبي اللي كنت عمرته بلابوش داخل الحبات، درت عليهم هذيك لاكريم اللي كنا خدمناها، وتزينوهم كيما تحبوا بصحتكم.